السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. طبعا ما فيش غنى عن الترمس بتاعنا في العيد. هو التسلية كل حاجة بتاعتنا في سهرات العيد. اول حاجة انا استخدمت نص كيلو من الترمس. زي ما انت شفتي نقعته في مية مش ليلة كاملة قوي، حوالي 8 ساعات. زي ما انت شايفين زاد معايا خالص. انا عشان نقعته فترة طويلة كانت مية برد، انما انت لو مستعجلة عليه ساعة او اتنين انقعيه في مية سخنة. عندنا غليت المية الاول علشان ما ياخدش سوا معايا، وعلشان ما اديلوش صدمة على مية باردة يبقى مجلد معايا وياخد سوا كتير. غليت المية وبعدين نزلت عليه في الحلة. زي ما انت شايفة كده، اول ما بدأ يغلي بدأت اشيل الريم او الحاجات الوحشة اللي بتطلع على وشه لان هو بقوليات. وحطيت غطا الحلة موارب كده علشان ما يفرش وعلشان يستوي. ما شاء الله ما خدش وقت معايا خالص، زي ما انت شايفة كده بيتهري معايا. بس اهم خطوة معايا في الترمس بتاعي، لان الترمس من البقوليات، فالبقوليات بيبقى لها ريحة مش لطيفة او ريحة مش حلوة. لازم اغسله تحت مية جارية كويس جدا. انا غسلته كويس جدا تحت مية جارية لحد ما انزل كل المية الغليان بتاعته ويطلع كل الريحة او الرواسب اللي بتبقى فيه من المية، وبقى كويس جدا. زي ما انت شايفة كده، اهم حاجة مية جارية. في الحوض عندك في مصفى واغسليه تحت مية جارية. نيجي بقى على التتبيلة الخطيرة بتاعت الترمس بتاعنا اللي هتوديه في حتة تانية خالص. انا عندي هنا بولة او حاجة فيها مية، حطيت فيها 4 معالق بس صغيرين من الملح. ممكن تستخدمي معلقة كبيرة هرمية او معلقتين ممسوحين كبار. واستخدمت بابريكا واستخدمت شطة، للشطة دي اختياري، واستخدمت ربع معلقة من الكمون يدي بس ريحة او نكهة. مش عايزة اكتر عشان ما يديش مرارة معايا. اقلبه كويس جدا لحد ما البهارات بتاعتي تدوب معايا، وعشان ما تبقاش مكلكعه، وعلشان تبقى البهارات كلها اتمزجت معايا في الميه والترمس ياخد منها. انزل بالترمس بتاعي واتاكد ان الميه عندي مغطيه الترمس مش في حاجه باينه منه، واديله تقليبه كده عشان اتاكد برضو ان كل حاجه دخلت في بعضها. وبالهنا والشفا.